إذن كما قلت في بداية الحصة، مجلس الأمن الأممي يعتمد تقريره السنوي لعام 2024 الذي وضع فيه معالم واضحة بينة لتسوية القضية الصحراوية، قضية الشعب الصحراوي، أين أكد التقرير على ضرورة إيجاد حل سياسي عادل ودائم يضمن حق تقرير المصير بالنسبة للشعب الصحراوي. وهذه هي القضية التي لطالما رافعت ودافعت عليها الجزائر، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية. لمناقشة هذا الموضوع وهذه النقطة أحاول ربط الاتصال مع الأستاذ والدكتور حدي الكنتاوي الدبلوماسي الصحراوي. أهلا وسهلا بك دكتور حدي. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. نعم، مرحبا بك دكتور. بداية دكتور، قراءة أولية في التقرير الذي اعتمده مجلس الأمن الأممي، وهل يمتلك هذا المجلس الإرادة السياسية الحقيقية لتنفيذ مخرجات هذا التقرير والذهاب إلى محاولة إيجاد طرق وآليات للشعب الصحراوي في حقه في تقرير مصيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا مرة أخرى. مرحبا. بكل تأكيد أنه مجلس الأمن في مستقبل العملية مراقبة الأنمار من الأمم المتحدة المجلس نفسه في سبتمبر 1990، ولكن كذلك هو الجهة الدولية التي يعني مخولة في مختلف الأدوار في العالم. هذا اليوم الإحاطة والتقرير السنوي الذي نقص في مجلس الأمن مداولات عام تقريبا، رفع تقريره للجمعية العامة للأمم المتحدة، يعيد التفكير بالسياق القانوني والسياسي الوضع في الصحراء الغربية، يذكر بالطرفين النزاع المغربية، يذكر بالحق في تغيير السياسي الصحراوي، يبغي القضية في سياقه كقضية تصفية الاستعمار باختصاص الإجراءات الآلية للأمم المتحدة، ومن الأقاليم الستة التي لم يتمكن شعبها الآن من الحق والاستقلال. بالتالي هذه الخطوات التي عاد مجلس الامن التذكير بها هي الخطوات التي تحكم القضيه، وهي التي تؤكد بجريء الامم المتحده، هي التي مخول لها جهه مخول لها في الحقيقه ان تمكن الشعب الصحراوي من تحقيق تغيير المصير والايفاء بهذه الالتزامات التي انتظرها الشعب الصحراوي خلال اكثر من السنه الماضيه. لكن دكتور حدي لو سمحت، هل مثل هذه القرارات الصادرة عن هذا التقرير السنوي لهذه الهيئة الدولية وهذه الهيئة الأممية، ما هو الضامن لتطبيق ما جاء في هذا التقرير، أم أنه ستبقى مجرد شعارات لمحاولة تحقيق حرية الإنسان وتبقى حبر على ورق؟ هل هناك آليات تنفيذ، آليات تطبيق لما جاء في هذا التقرير، خاصة ما تعلق بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره؟ لا تماما، هي إشكالية الأمم والهيئات الدولية هي آلية الميكانيزمات يعني تطبيق هذه القرارات الموجودة عليها. من يخص قضية الصحراء الغربية هناك مصريين والتي فيها استخدام ركون او ركون المسؤولين في الفلبين. النزاع المغربية والإنساني اتفقا على هذا الإطار، والأمم المتحدة كانت الهيئة المخولة لها وقوف هذه التي كانت للأسف الشديد اليوم رفض الاحتلال المغربي وقبله بأفعاله لمحاولة تقدير وضع قانون الصراع، لمحاولة إذكاء سياسة الواقع من خلال دعم الاحتلال المغربي
وهذه العسكريه غير قانونيه بمناطق سياسيه هنا وهناك، لكن هذا لا يغير من القضيه القانونيه لاستقرار الوضع النهائي للاقليم. الجهه الوحيده المخوله هذا في هذا الدول هو الشعب الصحراوي. هو الحل الذهاب لافتتاح حرب عاد والمزيد تشرف عليه المتحده، والذي تم تكتيكها في الاقليم. كل هذا المصائب سوى الذهاب للتصويت من الشعب الصحراوي هذا التصويت من هذا الحق الذي تكفله لهم محكمه العدل الدولي في القرار اكتوبر 1970 واعاده التذكير بها صدورا في 2002 برأي الاستشاري، واكدت عليه المحكمه بحكمها في سبتمبر من العام 2024. كل هذه القانونيه والسياسيه الحقيقه من الامم المتحده نعم دكتور خليني نسألك سؤال أخير في هذا المحور لو تكرمت. هل اليوم هناك ضغط دولي كافي من أجل الذهاب لتقرير المصير، أو أنه مصالح دول كبرى تعرقل هذه العملية؟ في دقيقة لو سمحت. لعله الظاهر أنه انقطع الاتصال مع الدكتور حدي الكنتاوي. نعم، إذن أشكرك حدي الكنتاوي على هذه المشاركة. سنعاود ربط الاتصال بك في مناسبات قادمة لنسلط الضوء دائما على هذه القضية التي لطالما رافعت ودافعت عليها الجزائر في المحافل الأممية وكذلك المحافل الدولية إلى جانب القضية الفلسطينية. في جانب آخر، اهتمام كبير في السنوات الأخيرة الماضية بالجالية وأبناء الجالية الجزائرية في المهجر، ومحاولة استقطاب النوابغ وكذلك العقول المفكرة وحتى استثمارات رجال المال ورجال الأعمال الجزائريون للاستثمار داخل الوطن. سنحاول أن نسلط الضوء على المنح البنكية وكذلك التسهيلات التي ستتخذ بالنسبة لأبناء الجالية، لكن بعد هذه الفواصل أصدقاء، هنا غادي تكون نهاية الحلقة ديال اليوم. نتمنى تدعموا خوكم عبدو بشوية ديال لي كومونتير، شوية ديال لي لايك، احنا محتاجينها في هذه الوقيته. وديما الأخبار الحصرية. وعاشت الصحراء المغربية وعاش المغرب، والحمد لله على نعمة العقل أخوتي المغاربة، وتهلاو ليا.